السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناة وصفات حياة. كنتمنى الفيديو ديالي يتلاقيكم في أحسن الأحوال يا ربي. اليوم إن شاء الله غادي نحضروا مع بعضياتنا واحد الكيكة كتجي غزالة في المذاق وفي المنظر، وبواحد المكون كيخليها رائعة هشيشة وكتدوب في الفم. وخليكم معايا في طريقة التحضير والمقادير، بقاو معايا حتى الاخر نشوفوا الطريقة مع بعضياتنا. بالنسبة للمقادير عندي هنايا 3 ديال البيضات، عندي كاس مع مرشة السكر سنيدة، كاس الزيت توا معمرش مزيان، عندي هنايا ياغورت من نكهة البنان، جوج شصيات بودرة الكاكاو مر، جوج الخمارات من فئة 8 غرام، وجوج الفانيات. بالنسبة للطريقة وعندي هنايا قهوة سريعة الذوبان، أنا من جوج مغروفات كبارين وماشي ضروري هاد النوع، تقدروا تجيبوا ساشيات درهم نسكافيه وتعوضوا بها هي فحال فحال. رانا عندي متوفره هذه واستعملتها المهم تكون قهوه سريعه الذوبان. كنجيب ديك الياغورت من هاد البنان كيف قلت لكم في الاول، وكنخلطهم مع بعضياتهم. هاد الطريقه مهمه هي بها كنبدا. كنخلط القهوه مع دانون ونخليهم يذوبوا مع بعضياتهم في واحد الزليفه. صافي كيف كتشوفوا معايا خلطتها مزيان، ديك الحبيبات نسكافيه دابو. دابا غادي نجيب واحد الاناء فاش غادي نخلط الكيك. كنعدل السكر سنيده، عندي هنايا كاس مع مرش مزيان. كنهرس فوق منه البيضات، قلت لكم في الاول عندي هنا 3 د البيض. كنضيف عليهم شصيات د الفاني، كيف قلت لكم عندي جوج شصيات د الفاني، كنضيفهم على البيض والسكر. وحتى شصيات البودرة الكاوكاو، الا ما كانش عندكم شصي البودرة تقدروا تعدلوا. لك عندكم د العبار جوج المغروفات، كل حتى فيها مغروفة، مغروفات كبارين. ديك احسن تعدلوا الكاكاو المر كيجي مزيون. صافي ودابا غادي نخلط المكونات عفوا. نجيب الخلاط ونخلط المكونات اللي عندنا مع بعضياتنا. خلطهم مزيان حتى يذوب السكر والبيضات يتخلطوا مع بعضياتهم، مقادير الشوكولات وكل شيء. صافي ودابا غادي نضيف ديك المكون كيف قلت لكم اللي كيخلي هاد الكيكه تجي غزاله في المذاق ديالها عفوا مختلف على الكيكات اللي موالفين كنحضروا. غير بهذا المكون كيعطيها واحد المذاق رائع، واحد المزيج، الهشاشه كتجي فيها غزاله. صافي دابا غادي نضيف لها حتى ديك الزيت، كاس الزيت معمرش غير شويه ناقص. صافي وكنخلطو مزيان الكيك حتى يندمجوا العناصر مع بعضياتهم. صافي ملي تخلطنا الكيك كيف كتشوفوا معايا الكيكه ديالنا،  تخلطات مزيان.
دابا غادي نضيف لها الدقيق. عندي هنا 2 الكيسان ديال العنبه الدقيق بنفس الكاس اللي عبرت الطحين، عبرت به السكر والزيت، وكنضيف عليها ديك الشاصيه د الخماره 2 كيف قلت لكم كل وحده فيها 8 غرام، تقدروا 7 غرام حتى هي بحال بعضياتهم. وغادي نغربلوهم باش كيجي لنا الكيك منفوش ومنفوخ، ما كيجيش مدقص. الطحين ضروري يتغربل مع الخماره باش ما كيجيوش ديك الخمارات فيهم ديك القويقات وكيخليو الكيكه خاويه من الداخل. المهم الطريقه مزيانه باش ما كتجيش خاويه الكيكه من الداخل. كندوبوا ديك الحبيبات في الغرباله صافي. ودابا غادي نخلط العناصر كاملين، نطربهم. تقدروا تعملوا هذه العمليه غير بالخلاط اليدوي، يعني الدقيق ماشي ضروري بالخلاط الكهربائي. غير انا ما بغيتش نحيدو صافي. وكنكمل الطريقه الخلط ديال الكيكه صافي. وغادي نحيد هادو، غنكمل غير بيدي كيف قلت لكم باش كتجمع مزيان. الدقيق ما كيبغاش يجمع مع الجناب، حيدته من الضو وجمعته غير بيدي باش كيتخلط لنا ديك الدقيق اللي مع الجناب. وكنحمل المولد سبق لي دهنته بالزيت والدقيق، ديك الطريقه اللي قلت لكم في الفيديو السابق. كنخلط الزيت مع الدقيق ندهن بها المول، كندخلو للثلجه. هذه الطريقه كتجيني سهله وعمليه. اي مول كيكون كيلصق ما كيلصق ما والو، ما تخافوش منه. ما كتجيش الكيكه فيها ديك الدقيق باين من الوجه ديالها، يعني بلا ما تعدلوا لها البودره الكاكاو بلا حتى حاجه بلا اضافات صافي. والفران عندي سخون على درجه الحراره 200. غندخلها للفران، غادي نشعلها من التحت ومن الفوقي الا كان الفران ضدو كما كنقول لكم دائما. والا كان الفران الغاز كتدخلوها وكتشعلوا لها غير من التحت وكتعملوا لها العافيه متوسطه حتى كطيب. عاد كنشعلوها تحمر. كيف كتعرفوا الفران الغاز كيكون العافيه ديالو خفيفه دغيا كيتحرق من الفوق صافي. وغادي ندخلها ملي غطيب غادي نرجعوا نشوفوا الطريقه النهائيه. هي دا الكيكه ديالنا خرجت من الفران كيف كتشوفوا معايا. نجيب واحد الطبق التقديم وغادي نفرغ فيه الكيكه وكتجي على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا معايا. شوفوا البنات اسفنجيه فنه غزاله ورطبه كتدوب في الفم صافي. دابا غادي نعملها شي تكيكات بالموس او اي حاجه متوفره عندكم باش كنسقيها بالشوكولا وكيدخل فيها لداخل وكتزيد لها التعليكه والمذاق. عندي هنا الشوكولا ذوبته في حمام ماري وضفت عليه واحد الياغورت باي نكهه بغيتيو. انا عملت لهم غير الياغورت بنكهه البنان بحال اللي عملت في العجينه صافي. وغادي نسقي به. كتجي هاد الدانون مع كيجي مزيون بحال الكناج وكيعطيها المذاق، كيضيف لها مذاق على المذاق اللي فيها صافي. وغادي نوزع عليها ونحاول نكثر لها الشوكولاته باش كيدخل لها في ديك التقيبات اللي عملنا لها بالموس كيف كتشوفوا معايا في الفيديو. والطريقه تزيين كتبقى اختياري، تقدروا تزينوها باي حاجه غير بالشوكولا عاديه باي حاجه بغيتو. انا اخترت هاد الطريقه كما كتعرفوا الدراري كيبغيو الشوكولاط بزاف كيعجبهم الشوكولا وفي نفس الوقت كتجي لذيذه ديك الخليط د الشوكولاط مع دانون صافي. وغادي نستمر في تزيين د الكيك ديالنا صافي. بعد ما سقيت الكيكه مزيان غادي نجيب رقائق اللوز ضيفي لي حمرته شويه فوق البوطه وغادي نضيفو عليها. تقدروا تعملوا الكاوكاو، يعني ضيفي لي الكاوكاو مهرمش ولا اي حاجه كما قلت لكم تزين كيبقى على حسب الذوق والاختيار. وانا اخترت نزينو على هاد الطريقه صافي. البنات هذا هو الكيك ديالنا كيجي على هذا الشكل. كنتمنى يعجبكم، وإلا عجبكم ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك وشي تعليق مزيون. وتابعوني في المواقع الاجتماعيه ديال فيسبوك وانستغرام وتويتر. والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله يا ربي. وكنتمنى لكم كل شيء على خير وبخير.